بص، انا عايزك تفكر كده. لو ابنك بيتضرب قدامك او بيتخانق، لو بيتخانق وواحد في سنه هتمشي الدنيا عادي، انما لو ممسوك ومربوط واتضرب بالقلم على وشه، انت هتتحرك، لان الموضوع ده اسمه اهانة لابنك. صح؟ ده بالظبط اللي بيزعمه انجيل يوحنا في الاصحاح 18 انه حصل في المسيح عليه السلام. وحاشا لله ان يترك رسول له ان يلطم على خده او يهان او يبصق عليه. تعال نشوف يوحنا بيقول ايه في انجيله. بيقول ان هو يسوع اتمسك وسط تلاميذه، فاول تلميذ واكبر تلميذ واقرب تلميذ ليه كان هو سمعان، اللي هو بطرس، اللي هو صخرة الكنيسة. انكره. الجنود قالوا له هو انت من تلاميذه؟ قال لا، انا مش من تلاميذه. وراح يبص عليه وهو يسوع بيتحاكم وبيتكلم مع رئيس الكهنة، فاتكلم كلمتين ما عجبوش الجندي اللي جنبه، فراح ضربه بالقلم على وشه. قال له رد عدل على الباشا. دي اول اهانة. ده بعد الربط والتوثيق بتاعه. طيب، خدوه سحبوه. شيل بقى صليبك مسافة كبيرة بره المدينة، لأن اللي بيصلب ما بيصلبش في المدينة. ودي كانت إهانة كبيرة للي بيشيل صليبه، جزء من عقابه، جزء من جريمته، عقاب جريمته يعني. شال صليبه مسافة كبيرة قوي واتعلق، وقبل ما يتعلق برضه اتضرب، لطموه الجنود، لطموه وتفوا عليه. فين بقى التلاميذ؟ يا أخي ده لو واحد زميلي أو واحد صاحبي بيحصل فيه كده، هيبقى عندي من جوايا ألم كده، لا لازم اتحرك، لازم اعمل اي حاجة. الموضوع ده فيه سر. ليه التلاميذ دول هم دول اقرب ناس للمسيح واقرب ناس مؤمنة، ليه ما تحركوش في حاجة زي كده؟ الا لو واحد من اتنين: يا هم جبنة جدا وكفروا بالفكرة خالص، وطبعا ده ما ينفعش، يا اما هم عارفين ان مش ده المسيح. ودي اقرب حاجة، لان هم سابوا الموضوع، عايزين تمسكوه امسكوه، احنا ما نعرفوش. اتصلب واتمسمر واتطعن في جنبه، واتشال من الارض عشان ما يبقاش لعنه، واتدفن بسرعه. الكلام ده كله لا يصح في ذات الله. ما ينفعش ان يبقى اله يتعمل فيه كده، وكمان ما ينفعش ان نبي مقرب يتعمل فيه كده. ربنا ما يسيبش النبي بدون كرامه ما بين وطنه. يعني ايه؟ ممكن يتقتل النبي، انما يتلطم على خده لا، انما يبصق عليه لا. طيب، مين بقى اللي كان واقف في موقعة الصلب دي؟ بيقول لك امه واخت امه مريم ومريم المجدليه، يعني 3 حريم. طب دول اتكلموا قالوا حاجه عن الصلب؟ لا. والتلميذ الحبيب ليه؟ طب ما تقول هو مين التلميذ الحبيب؟ لا، مش معروف. الفكره كلها في الحكايه ان صاحب الحكايه نفسه اللي هو يوحنا ما كانش موجود في موضوع الصلب.